السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بيت حنونة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم وصفة نتاع الدنجال، غادي نديروه في الفور بوصفة بزاف شابة، يعني ان غراتان وفور يجي بزاف هايل. دونك لهاد الوصفة لازم لنا شوية نتاع الدنجال. انا هنا استعملت 3 تاع الدنجالات كانوا شوية كبار. غادي نقلع لها شوية نتاع يعني القشرة، قليل من القشره فقط. كاين الناس اللي يبغوا القشره، كاين اللي ما يبغوهاش. دونك لكم الاختيار انكم تقلوها كومبليتوم ولا تخلوه نص نص ولا يعني تخلوها كامل. دونك غادي نقطعوهم الى شرائح متوسطه كما راكم تشوفوا هنايا. كنت ديجا غسلتهم وملحتهم ونشفتهم مليح، ومن بعد غادي نقلوهم في زيت تكون متوسطه الحراره، ما لازمش تكون يعني عاليه باش ما ينحرق لكمش الدنجال. نقلوه من الجهتين ونخلوه على جنب في ان بابي ابسوربون باش يشرب لنا شويه هذاك تاع الزيت. او ميم طون نروح نقلي شرائح البطاطا اللي كنت ديجا قطعتهم وملحتهم وغسلتهم بيان سور، ونروحوا نقليوهم في الزيت كما تعرفوا. ومن بعد غادي نشفوهم بيان سور بشويه نتاع الورق لابسوربون باش يشرب لنا هذاك الزيت. ومن بعد نروحوا نديروا لاصوص تاعنا. هنايا درت لاصوص طوماط، درت فيها شويه نتاع شويه تاع الملح، شويه نتاع الثوم، شويه تاع الحرور، وشويه نتاع لو بيرسيل يعني المعدنوس. نخلطوا كلش ونخلوهم على جانب. نروحوا نجيبوا لو بلا تاعي اللي غادي يدخل لي للفور، ونحطوا اول حاجه نحطوا البطاطا. بطبيعه الحال لكم الاختيار انكم ديروا البطاطا والدنجال ديروهم في الفور، يعني طيبوهم في الفور اوليو اللي تقليوهم في الزيت ديروهم في الفور. يعني ساعات انا كيكون عندي الوقت نديرهم في الفور مع شويه تاع الزيت، يعني نديرهم غير شويه تاع الزيت من الفوق ودخلوهم للفور يطيبوا على خاطرهم. ومن بعد غادي نحطوا الدنجال كما راكم تشوفوا الشرائح. دوك حطينا البطاطا هي الاولى، ومن بعد حطينا الدنجال كما راكم تشوفوا هنايا، يعني نديروا وحده بوحده يعني غونديل با غونديل باش هكا نضمنوا ان تجينا يعني طبقه متجانسه كامله في البلاط تاعنا. غادي نديروا لا فياند هاشي اللي كنت ديجا طيبتها مع شويه تاع الملح، شويه تاع حرور، شويه تاع لو بيرسيل، وشويه نتاع البصل. دائما يعني البصل نديره في لي فياند هاشي يعطي ذوق شباب. يعني طيبتهم شويه نص ايام كيما نطيبوهم تاع البوراك، كيما نطيبوا يعني لا فياند هاشي تاع البوراك. واخيرا نحطوا لاصوص نتاعنا اللي لازم تكون شويه خفيفه لاصوص. اذا كانت ثقيله لاصوص زيدوا لها شويه نتاع الماء، ولا مع الاخير في البلاط تاعكم هذا كما راكم تشوفوا راح نديروا كويس نتاع الماء ونحطوه الفوق. دونك ندخلوا هذا كلش في الفور على 200 درجه ونخلوه يطيب بعقله على يعني مده 20 حتى 30 دقيقه على حسب الفرن تاعك. كي طيب لي لو بلا تاعي نخرجه ونحط عليه شويه نتاع لو فروماج غابي ولا اي نوع من الفرماج عندك، موتزاريلا، لو شيدار، الليدام، يعني اي حاجه عندك. حتى لو فروماج فوندو تقدر ديروها، وايضا تقدروا ديروا ايضا لا بيشاميل الناس اللي ما عندهاش لو فروماج بيان سور. غادي ندخلوا 5 دقائق لو طون اللي هذاك يعني الفرماج يذوب. انا ساعات نطفي لو فور وندخل الفرماج يعني يطيب فقط في هذيك لا شالور اللي تبقى في الفور، ومن بعد نخرجوا ونقدموه افيك اون بتيت سالاد يعني مع سلطه خضراء، ويجي طبق كامل متكامل. دونك هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، غراتان دوبرجين بوم دو تير اي فياند هاشي، يعني حاجه تكون شابه وبنينه بزاف بزاف صدقوني، وهذا الطبق ما يحشمكش. دونك فوالا كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. البنات ما تنساوش لي لايك ولو بارطاج لو ماكسيموم بور لا شين. خليتكم في امان الله والى الملتقى.